الظهيرين وتواجد عدد كبير جدا من اللاعبين في منطقة المرمى ربما يعني تقلل يعني خطورة اللعب. كاماتشو يحصل على فرصة للتسديد، جميل، برافو برافو، مليون ونص وحلوة وجميلة وبرافو وبرافو من ماشال في اوزبكستان إلى الشباك العينوية في مرمى العين في استاد. الحين نقول عيون عينت يا معاينة من العين عينه لتعين، بلع يا ابي، صعب تعاينها، صعب تشوفها، برافو، هذا الحل الوحيد للتكتلات امام المرمى، شوت وسجل والعب، مو مهم تتأهل دور الثمانية، المهم يلا شكلك حلو. بعض الاهداف احلى من بعض، وبعض الاهداف ذهبيه، وبعض الاهداف جميله، لكن من الاهداف الاحلى هذا هدف حلو من كاماتشو. الله تفضل ابو وليد. يعني طبعا التصويب خيار مهم جدا ناصر، التصويب من بعيد عندما يكون هناك تكتل دفاعي لابد يكون خيار التصويب من بعيد مهم جدا، اللعب على الاطراف او التصويب، فتح اللعب، التحرك السريع، خلق المسافه للزميل مهم جدا من اجل اعطاء فرصه حتى للتصويب عندما تكون قريب من منطقه المرمى ويتحرك المهاجمون ويشتتوا انتباه حارس المرمى وانتباه المدافع، لابد ان يكون هناك تصويب من المهاجم او من لاعب الوسط.